أيها الإخوة المشاهدون في فضائية خليل الرحمن هيبرون ساتلايت شانل، حييكم في هذا البرنامج أفراحنا، برنامج أفراحنا يأتيكم من البوابة الشرقية للأرض المقدسة في أريحة، على بعد أمتار من المسجد الأقصى القدس، وعلى بعد أمتار من العاصمة اليعربية عمان، وعلى بعد أمتار من اليرموك، وعلى بعد أمتار من الجنوب، اسمها الشرق الأوسط. على كل حال احنا في مدينة أريحة اليوم في عرس للشاب طايل مليحات ابن الشيخ أبو طايل مليحات كبير الكعابني. والكعابني هم بدوا منتشرين في بلاد الشام. تحية للكعابني، تحية لكل البدو والبداوي. ذكرت في القرآن الكريم في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، عندما قال يوسف بن يعقوب عليهما السلام: وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. والبادية جزء من حياة العرب. اليوم احنا في عرس الشاب طايل مليحات كعابني، تحية. وهي الشيخ أبو طايل، وعبر فضائية خليل الرحمن بنهنيه، وما شاء الله شيخ وتحية. يعني البدو بلد من بطن أمه مشروع شيخ. تحية لك أبو طايل، مبارك فرحكم. الله يبارك في عمرك، وإن شاء الله العقبة عند المشاهدين ولكم جميع. هذا يعني عاوز منكم طبعا. هذا شوي بتحتل ريحة كلها. إذا البيت هيك ماخذ مساحة. هذا يعني كم عرس في حياتك شهدت من عيلتك يعني؟ والله الحمد لله ما حصيتن، أما الحمد لله عرس كثير مرات عملنا. وهذا عرس طايل. الموقع هذا عرس طايل. عرس طايل الحمد لله. الله يا رب. منين نسيبكم؟ منا احنا الملحات كعب. العرس الحالي ملحات كعبنا. ما بتشكلوش؟ لا نشكل. في يعني أخذنا من أفرع من الكعابنة، وأخذنا من الجهلين. أنا لأولادي في أخذت من الجهلين ومن الكعابنة، وأخذت من الإطاطوة. شكلت فلاحين وبدو وكل شيء. فلاحين أخذنا من الإطاطوة واحدة. ماشي. أعطيته لا أعطيته لا يحصل. أعطيته لا. الله شوف بدك تقول يحصل إن نعطي. شوف اللي باخذ منه بعطيه. اللي برضاه خاله ابني ما بتكبر عنه وما بعطيه. والله لو يطلبني بعطيه. والله يا عمي انك صادق. اللي برضاه خاله ابني بعطيه. بس سمعت اليوم معازيمك كثار. الحمد لله. من الجنوب حتى جاي الناس كثير. والله في الحمد لله من الجنوب ومن كذا. طيب ابو طايل، احنا التقينا فيه قبل مرات في مناسبات واعراس وعطاوي. كم واحد اللي بيقولوا لك يابا اليوم؟ والله من فضل الله اللي يقولوا يابا يمكن حوالي 15 16 شيء زي هيك. اولاد وبنات. اولاد وبنات نعم. ويا سي السيد والله يا زوجي يا الحبيب، كم واحد بيقولين لك؟ زوجي. كم زوجي؟ بعال يعني 2 بس فقط. بس الشيخ ابو طايل وثنتين. والله ويدوب. اول بدوي بشوفه رافع الرايه البيضاء. قديش عمرك يا ابو طايل؟ 67 ما شاء الله. 55. بس مبين شباب ما شاء الله عليك. و يعني مضاربكم في منطقة أريحة كلها. بعرف الكعابني في يطا كمان. طبعا أرضنا احنا هناك في يطا. ولكم هان في وين الكعابنة اللي في يطا شرقي يطا هذول احنا أرضنا منهم وتحت كمان عند الهدلين. وين النجادة هناك بمناطق هناك منطقتنا. كل الاحترام. أنا اللي فهمته من الكعابني إنه الكعابني يعني هم متأصلين، يعني مش بدو لاجئ. مثلا بروح عند الشيخ نواف بقول لي احنا لاجئين في الظاهر منطقة الظاهرية. الكعابني هاي مناطقكم. هاي مناطقنا اللي منطقة الخليل. هلا يبارك في عمرك. منطقة الخليل احنا جينا هان كمواطنين في فلسطين، سكننا هان بس الاصل ارضنا هناك في منطقة الخليل. طيب كل مسافر يطا بيقولوا بتروح لهناك؟ بنروح لهناك لليوم في ارض ومقسم عندنا باسمنا هناك. تحية للكعابني، تحية لكل البداوي. قديش مدعوينك اليوم؟ عدد لا بأس فيه؟ والله عدد لا بأس فيه إن شاء الله.
وعاداتكم هي بتطلعوا لك المره واحده وعشاء والحفله؟ حتى لا، شوف نطلع مره الى موعد مثلا بعد صلاه المغرب او كذا، لكن من ياتي فيما بعد خير الله كثير. خير الله باسط. ساكن بالمنطقه اللي احنا فيها هاي انت؟ انا ساكن هان وساكن في المعرجات، محلين لي. كل الاحترام لك. الغنم فوق مع زبات، بس انا ساكن هان في اريحه. وقررت تعمل الجو لطيف في الشوب، يعني في اريحه. والله الفضل لله ان اليوم لطيف. اول امبارح كانت زي هيك رعود وسيول، يعني لو كان زي في مناسبه هيك ما حدا قدر يعملها اصلا. طيب هذا الفضل لربنا. في حفله الليله ان شاء الله. كل الاحترام لك. قديش اللي بقول لك يا سيدي اليوم؟ والله ان فيهم بركه، بس والله اني ما بعرف عددهم، مش للكثره شايف الا لعدم الانتباه. اسمائهم حافظه؟ تعرف محمد الكبير وصلت 50 الاحفاد ولا اقل؟ احفادك بقول لك يا سيدي. لا يمكن ما وصلوا، ما بجوز من ال40 وتحت. محمد بعرف محمد عنده 7 8 الكبير. معمر 1. خليف بيجي بعده ترتيب 2. فرج الله 1. والسعطايل بعد فرج الله. هذا بالنسبة للولاد. البنات ما شاء الله أكثر. الله يا سيدي يبارك لكم في أولادكم وفي بناتكم. يقولوا لي يا سيد، وطلع بس مش يعني من سنة وجاي طلع من يقول يا سيد أبوي. إذا إن شاء الله بتوصل لمرحلة يا سيدي كلم سيدك. وانتم ما شاء الله، انا البدو بقول لهم دائما ملح الارض، والبداوي كانت على زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ودوا اهل مكه بيوتهم اولادهم للبدو حتى يتعلموا طلاقه اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ربوه بني سعد ورضعته حليمه السعديه. البدو انا شخصيا بحبهم، بحب حياتهم، ويكفي اني اقول ما حد يزعل مني انه نسبه الجريمه في البدو 0. أنا بغطي مسائل اجتماعية إلي سنوات طويلة جدا جدا، غطيت مئات العطاوي لحد هذه اللحظة. عمري ما غطيت جريمة قتل في الوسط البدوي في الضفة الغربية. أنا بحكي. فألف تحية لك. احنا اليوم معك رايحين نعمل حوارات مع ضيوفك ومع الناس، وننقل للعالم واحد من أعراس إخواننا البدو في هاي المنطقة. يعطيك العافية. وين العريس طايل؟ تعال يا طايل. طايل أول ما وصلت وصاني قال لي ما بدي مقابلات صحفية، تعال يا طايل، أمر عسكري من الوالد. تحية يا طايل. بعرف انك مش هالقد بتحب الصحافة، لكن بالاخير هذا عرس بدنا نوثقه. مبارك. الله يبارك فيك. بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. الله يسعدك. قديش عمرك اليوم؟ 23. هذا عز جيزتك ان شاء الله. سكان ريحة. شو بتشتغل يا طايل؟ راعي غنم. راعي غنم. وما من نبي الا وراعى الغنم. انا رعيت غنم 18 سنه، هي ما خربتش الا الناس منهم ابتعدوا عن الغنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت يربى فيه الغنم بيت يحبه الله. فلا شك الغنم هي اساسي. معلم ولا امتحنك؟ انا 18 سنه راعي الغنم. ايش من امتحاناتك انت؟ لا في الغنم بحكي، في الغنم، في مجال الغنم. رجال الغنم. طيب قديش اليوم بدي اشتري لي منوحه؟ قديش حقها؟ والله حسب الكيل. روح الحين العريس يعطيك العافيه. خلينا نرجع لابو طايل. اسمح لي اجاوبك. هذا قال لك راعي غنم، صح راعي غنم، بس من سنه وجاي، لان كان يتعلم هو. هسه وصل للتوجيهي. ايوه. وما كملش. هاي نقطة عنده، وصل للتوجيهي، أخذ في التوجيهي شهرين 3. المدارس والجامعات ما بتكون مقياس لثقافة الإنسان. صحيح. أحيانا راعي غنم تأخذ تعطي معاه أكثر من دكتور جامعة. يتحملوني هذولا وهذولا. صحيح. الله يبارك له. ونسايبك منين؟ قلت لي من جماعتكم. من جماعتنا نسايب. الله يتمم بخير، يعطيك العافية. وهي جا واحد ببارك لك. العواف يا سيدي. تعرف عليك. السلام خليل البراقة. كيف حالك يا سيدي؟ بدي تكون مبسوط. اليوم احنا في مضارب ابو طايل. والله والنعم. شو بتقول له؟ والله اقول له مبروك والف مبروك. حياك الله. حياك الله. اي سنة تجوزت انت؟ ايه عد على اصابعك. الاولى. عد على اصابعك. واحد. عد على اصابعك. يعني من السنين. من السنين ولا النسوان ما اخذت بس سنتين. اي سنة؟ عد من اصابعك.
عدنا 5 مرات 10 مرات زي هيك. لا بصير هذا ترى بالستينات ها. هلا طيب تحياتنا. كيف حالك؟ ان شاء بالستينات الله في عنب عندكم في وعن طبيخ. في هاي النعمة. كل والله لو انك جبت وطعمت جماعتك هذا بدهم دبس تطلع من عن ابو طريق طايل. يعني مربى العنب بنقول له عنبيه. تحياتنا. ما شاء الله البدو هم البدو والقعده هي القعده. واللي بقول لك انه فيش فرق بين عادات البدو والفلاحين قول له ما بتعرفش. سيبقى البدو لهم عاداتهم والفلاحين لهم عاداتهم والمدن لهم عاداتهم. وهذا التنوع اللي موجود هذا التنوع الموجود في بلادنا تنوع طيب متعاون مش متضاد كويس. هذا بيثري الوضع. اذا تحياتنا. هاي السلام عليكم. الله. هاي الشباب هاي البيوت ما هي ما شاء الله يعني هالقعده هاي الحلوه نحن اليها. والله يمسيهم بالخير الشباب يعطيهم العافيه. يا ريت المصور ياخذ هالحجاج هنا رايح نرجع لهم ان شاء الله ونحاورهم واحد واحد. تحيه لهم واحد واحد. ما شاء الله كلها اليوم مشخصه يعني انا رحت قبل فتره على عرس عديت اصحاب الحطات والعبي يمكن 3 4 قالوا لي لو تيجي بعد كم سنه ما بتلقى. بس انا عند اخواننا البدو اللبس العربي لا يزال محافظين عليه. تحيه الله يمسيكم بالخير. تحياتنا. اذا هذا المشهد الحلو واللي فضية الخليل بتوثقه فضية خليل الرحمن عند اخواننا هنا. هاي القعده الحلوه وهي الشباب يا امي. السلام عليكم الله يمسيكم بالخير. تحياتنا. اذا هاي الجوله السريعه في بيت عريس طايل مليحات ابن مختار الكعابني الشيخ ابو طايل لمليحات الكعابني. السلام عليكم يعطيهم العافيه. ويعني الله ربنا يديم الحب والموده وهزلام قاعده وحتى الشباب الصغار ما شاء الله عليهم هذا في حضن ابوه ولا اخوه ولا عمه. تحياتنا. هذا يا ريت المصور كمان ياخذ هالمشهد الحلو. اذا هذا المضارب الكبيره وهذا البيت وحظنا اليوم احنا في مدينه اريحه يعني في الجبل براد. هاي احنا صيفين درجه الحراره يمكن اليوم فيها 32 33 الصبح كانت حوالي 22. واحنا في مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة بنغطي بنوثق عرس الشاب طايل مليحات. تحياتنا. والبدو طبعا في عاداتهم انهم بيطلعوا الاكل مرة واحدة وغالبا وقت العشاء ما في غدا في عشاء. بس ابو طايل بقول حتى لو اجى واحد متاخر الخير موجود. طبعا غطينا عشرات الاعراس البدويه برضو بتتراوح في اعراس بيطلعوا الاكل ويرافق اخراج الاكل اطلاق الاعيره الناريه والرصاص. بعرفش اليوم بدنا نسمع ولا لا في اريحه. تحيه للجميع. اذا تحيه للجميع اللي اجوا والله تحيه للجميع. وهي هو احد رجالات الاصلاح احد شيوخ الكعابني الشيخ موسى طعيمات ابو عبد الله. ابو عبد الله قبل فتره التقينا مع الشيخ ابو طايل مليحات في عرسه كان متجوز من الثالثه. واليوم هيو من اول المهنئين وخليك اول واحد بقابله اليوم الشيخ ابو عبد الله. انت يلا بنبدا من ابو عبد الله اليوم اول واحد بقابله في العرس. يلا السلام عليكم. فيك حيل ولا لا؟ والله يحييك ابو عبد الله. احنا اخونا ابو طايل مليحات حجز لعرس ابنه في عرسك ومن هذاك الوقت ويستنى نيجي ونوثق. انت اول ضيف بنقابله في هذا العرس. اول شيء ماذا تقولون للشيخ ابو طايل؟ اول حاجه يجعل 7 البركات. واحنا جينا مشاركين ومباركين للشيخ ابو طايل
وهو أحد وجهاء الكعابنة المعروفين والمرموزين، صلى الله على النبي. نقول له 7 البركات وحلة خضراء، وربنا ما ينكد عليه إن شاء الله. يا رب، كلام حلو جميل. احنا يجري هذا الفرح تقريبا قربنا من الشوانين، لكننا في أريحة اليوم لابسين نصكم. ايش الشوانين يعني كانون؟ يعني قربنا من فصل الشتاء. اي والله بلاد دافيه هذه غور بالعاده يعني، هذا شيء طبيعي، هذا المناخ يعني. لك بيت في ريحة؟ في فنويعمه في نويع مدرسه مسقط ابدا. اي نعم. يعني بتحس بالبرد في جبال يطا تيجي. هذه ما تنسكن ولا نرغبها بلاد هذه، لا في الصيف ولا في الشتاء، نرغب اهلها ولكن ما نرغبها. ابو عبد الله صريح. ابو عبد الله يعطيك العافيه، شكرا لك، يعطيك العافيه. اذا ابو عبد الله الكعابني حج موسى للطعيمات الكعابني اول ضيف بقابله. خلينا نستمر في مقابله الاخوان. يعطيك العافيه. الله يزيدك عافيه. هلا فيك. صايل ها؟ طالب. نعم. طالب طايل كله بحرف الطاء. شو بتشتغل عم طالب؟ والله مزارع. شو بتزرع في المنطقه هاي؟ مع صاحب غنم. غنم. نعم. غنم غنيمي. والله نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله في كل بيت فيه غنم. بارك الله فيك. بياض ولا سمار؟ سمار. ما شاء الله عليك. ولدن؟ يعني اول. سووا جبني؟ لا لسه انا ما اعمل. يعني الامور ماشي ماشي الحمد لله. ببردنش؟ لا لسه برد. المربعانية فيها ريحة بالبرد؟ لا دافيه هالايام. دافية. نعم. كل الاحترام. كمزارعين بتتلقوا دعم من الدولة؟ ولا دعم ولا شفنا دعم. شو بتقول لابو طايل؟ نقول له الف مبروك، الله يجعل الف مبروك ان شاء الله. تحياتي سيدي، شكرا لك. يلا يعطيك العافية. كيف انت؟ اذا احنا اليوم بنغطي في فرح الشاب طايل مليحات الكعابني. نتعرف عليك. ابو ابراهيم كعابني القرب. اللهم ارضى عني وعنك يوسف. يا ابا ابراهيم. انا اقول له مبروك لابو طايل وجماعته، ابارك لهم. ابو ابراهيم شو بتشتغل؟ لا والله انا ما بشتغل. قديش عمرك؟ عمري 60. بس شباب مبين. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله. قاعد الحمد لله. شيخ عرب؟ شيخ عرب. تسوي قهوه وشاي وبتشرب؟ هذا هو. والاولاد بديروا بالهم؟ الحمد لله. طيب هذا انت محظوظ. بارك لابو طايل وجماعته. حياك الله. شكرا سيدي، يعطيك العافيه. سلام الله عليك، يعطيك العافيه. انت اذا بتقدر تقف قليلا. سلام الله عليك، يعطيك العافيه. نتعرف عليك سيدي. محمود ابوي. الله يرضى عنك وعن ابوك. انا عمري حوالي 60 سنه، بس اولادي صغار. محظوظ ابوك انه له اولاد كبار بديروا بالهم. الله يسعدك، خلي اولادك يا رب. محمود في الحلال برضه؟ انا عامل. الله يرزقنا وياك ورزق الحسن. شو بتشتغل اخوي محمود؟ عامل في البناء. الله يوفقك. شو بتقول لابو طايل؟ الف مبروك ان شاء الله. شكرا سيدي، يعطيك العافيه.